بنستكمل أحداث مسلسلنا وبنعرف إن الضابط جيونج استخدم سكينة المسجون ده لأنه عرف إنه محبوس ظلم وإنه بريء، وده اللي خلى الشرطة والمحقق موتشي يرجعوا يفتحوا ملف القضية من تاني، وفي النهاية اكتشفوا براءة الراجل ده وعرفوا المجرم الحقيقي. لكن قبل ما يوصلوا للمجرم الحقيقي بيكون الضابط جيونج قتله بمساعدة شيرلوك اللي استدرجته للمكان اللي قتله فيه. بيكون فيه جدة متهمة بقتل قطط الحي، والطفل ريون بيحاول ينفي التهمة عنها لأنها جدة صديقه. بتروح أو يونج علشان تعمل معاه تحقيق صحفي، وبيقول لها ان مش الجدة هي اللي قتلت القطط، انا عارف مين اللي قتلهم. وبيجي الضابط جيونج علشان يقابل او يونج، بيشوفوا الطفل ريوم وبيرتبك ويمشي. بتحكي له او يونج على قضية الطفل ده، وبعدين بيجي له تليفون من دانيال بيقول له عايزك تجيلي حالا. بيعتذر لها وبيقول لها عندي شغل ضروري لازم اخلصه. بيروح لدانيال اللي بيديله صورة وبيقول له عايزك تتخلص من الشخص ده لانه وحش من الدرجة الاولى. بيشك فيه الضابط وبيقول له انت مش شغال لوحدك، في حد هو اللي بيمولك وهو اللي بيعرفك بالناس دي. بيرفض دانيال يعرفه بأي حاجة، وبيقطع الضابط الصورة ويقول له ما تديليش صور أي حد تاني، أنا اللي هقرر بنفسي مين اللي يستحق القتل. بيروح تاني يوم للمدرسة علشان يستجوب الطفل ريوم، وأول ما الطفل بيشوفه بيهرب لجوه المدرسة، لكن بتحصل حادثة بشعة وبيتحرق الطفل بالكامل بسبب وقوع الحامض عليه في معمل الكيمياء. بيشك الضابط والمحقق موتشي في سبب الحرق وبيروحوا المدرسة علشان يتأكدوا، وبعد تحقيق بيوصل الضابط للقاتل اللي عمل كده، وهو عامل توصيل اللحوم للمدرسة، واللي عمل كده علشان الطفل ريوم اكتشف انه قام بجرائم قتل من 10 سنين وانه محتفظ بصور ضحاياه. بيشوف الضابط صور الضحايا وبيعمل بحث عن القضايا دي، وبيلاقي قضية كان متهم فيها العامل ده بحرق منزل وجواه طفل، وكان في طفلة شاهدة عليه هو وزميله، لكنها اصيبت بالجنون من الصدمة اللي شافتها وراحت دار رعاية وما خدوش بشهادتها، وبيخرج هو وزميله براءة من القضية دي. بيروح الضابط دار الرعاية علشان يشوفها، بتقابله، ولكن الغريب ان في بنت اول ما بتشوفه بتستخبى منه، بتحكي له عن اللي شافته وهي طفلة، وبيتأكد الضابط ان العامل ده هو القاتل، وبيروح له محل عمله ويقتله وبيهرب. بيوصل موتشي بعد ما وصل لنفس الاستنتاج لكن بيلاقيه ميت. بيروح الضابط ويسيب دليل قتل العامل عند صديقه صاحب البنزينة واللي كان مشترك معاه في جرائم القتل زمان، وبتروح الشرطة تقبض على صاحب البنزينة بتهمة قتل زميله وبيتم سجنه. بيفرح الضابط جيونج لانه كده قدر يتحكم في نفسه وما بيقتلش على الفاضي والمليان، وبيروح يقابل او يونج على الكورنيش وبيقرب منها. بيروح له المحقق موتشي البيت بالليل علشان يسهر معاه، وبيفرجوا على سلسلته اللي فيها صورة أسرته، وبيقول له أنا بعتبرك أخويا الصغير. بيصحى تاني يوم ويروح المحقق على شغله، والضابط بينظف البيت لكنه بيلاقي سلسلة المحقق على الأرض. بيخلص شغله ويدخل يغسل وشه وبيلاقي تعويرة على إيده الشمال، وبيسأل نفسه أنا اتعورت التعويرة دي إمتى؟ بيروح الشغل ومعاه السلسلة علشان يديها لموتشي، لكن بيلاقي موتشي لابس سلسلته. وبيخرج فبيلاقي او يونج وبيشوف السلسلة اللي في رقبتها، فبيفتكر ان هو اللي كان عاملها لها قبل الحادثة وانها عبارة عن سن قطن. فبيسألها هو انت كنت لابسة السلسلة دي وانت بتقابلي الطفل ريوم؟ فبتقول له اه. بيجري على البيت وبيفتش في الدولاب فبيلاقي دبوس جدة او يونج. بيطلع يجري على مكان كان بيفتكره دايما بعد العملية. بيوصل للمكان وبيحفر في الارض فبيلاقي باب بينزل منه، وبيلاقي اوضة وصور كل ضحايا القتل المتسلسل متعلقة على الحيطة، وبيعرف ان هو اللي كان السفاح مش الدكتور سيونج. بترجع له الذاكرة وبيفتكر أول مقابلة ليه مع المحقق موتشي، وإنه ما كانش بينقذ العصفور ده، كان بيصطاده علشان يحبسه ويعذبه. بيجيله تليفون إن زميله حارس السجن فاق في المستشفى وبيقول له تعالى نشوفه مع بعض. بيروح المستشفى وبيفتكر وهو هناك إزاي اعتدى على زميله ده وطعنه وقطع صوابعه. وبيلاقي المحقق موتشي هناك بيدخل لغرفة زميله وبيتفاجئ لما زميله بينادي عليه ويحضنه. بيخرجوا من الغرفة والمحقق موتشي بيستغرب من توتر الضابط. بيجري الضابط وبيفتكر إزاي وليه قتل الجد، وانها لما كلمته وراح لها قالت له انا شفت صورة ضحية في بيت الدكتور سيونج، لكن لما ركزت في الصورة شافت الزرار اللي كانت مخيطه له في الجاكيت بتاعه فقتلها في الحال. وبعدين بيفتكر الكاهن اخو موتشي ويفتكر الطفل اللي كان خاطفه فيروح علشان يخرج جثته، لكن لما بيوصل مش بيلاقيها. بيروح للدكتور دانيال لانه بيكون فاكر ان هو اللي اتخلص منها، لكن الدكتور دانيال بيقول له انا هعرف ازاي الدكتور سيونج حط الجثة فين. فبيتأكد ان في حد تاني يعرف حقيقته غير البروفيسور دانيال. في الوقت ده بيروح موتشي الحارس السجن المستشفى مرة تانية علشان يتأكد من نظراته لجيونج. بيتخض الحارس وبيقع من على السرير، لكن بيهديه موتشي وبيقول له ما تخافش اللي طعنك مات. بيستغرب الحارس وبيسأله هو مين اللي طعني، فبيقول له موتشي انت شفت حاجة يوم الحادثة؟ بيقول له لا ده طعني من الخلف. بيسيبه موتشي ويروح للمكان اللي حصلت فيه الحادثة ويدور على اي دليل يكون وقع منهم. بيرجع جيونج للبيت وبيحاول يقتل نفسه، لكن في حد بيضربه على راسه وبيغمى عليه. بيفوق من الضربة
وبيلاقي دانيال قاعد بيعترف له ان هو السفاح. بيقول له دانيال انا عارف انك السفاح من الاول، وان سيونج كان بريء، وان الجزء اللي اتزرع في دماغك ده هو اللي صح المشاعر عندك. بنروح لاو يونج اللي بتسمع وهي في الشغل ان تشيرلوك كانت مرات الدكتور سيونج ومخلفه منه. بتروح تتاكد من على النت، وبعد ما بتتاكد بتقفل تليفونها وتروح. بترجع تشيرلوك لبيتها وبتلاقي ابنها بيعيط، فبتحاسب المربيه وبتحط كاميرا علشان تشوفها بتعمل ايه مع ابنها بعد كده. وبعدين بتروح لاو يونج البيت علشان تشوفها مختفيه ليه، فبتطردها من بيتها. والظابط بيكون شايف كل ده فبيأنبه ضميره انه السبب في تشويه سمعة الدكتور سيونج. بيكتب اعتراف بخط ايده وبيحاول ينتحر، لكن بتجيله رسالة من حارس السجن بيقول له فيها تعالى انا عايز اشوفك. بيروح له المستشفى وبيكون المحقق موتشي هناك، وبيتأكد ان الحارس تمت مهاجمته من الامام وانه شاف الجاني مش زي ما قال له. بيدخل الضابط والحارس بيقول له انا عارف ان انت اللي حاولت قتلي، وانا ما اتكلمتش علشان انا خايف، لكن انا مش هقدر اسكت كتير لانهم اتهموا واحد بريء بمحاولة قتلي. ما بيقدرش الضابط يسمع الكلام وبيجري على الحمام. بيروح موتشي لأوضة الحارس بس بيلاقيه بيموت. بينادي الدكاترة لكن بيموت الحارس. بيخرج موتشي وبيلاقي جيونج خارج من باب المستشفى. بيزعق وينادي عليه ويقول له صاحبك مات. بيجري جيونج يشوفه وبيشوف بقعة طينة على الأرض، فبيفتكر الشخص اللي شافه في الحمام ماسك سرنجة وجزمته فيها طينة. بيجري علشان يمسكه، بيوصل له لكن وهو بيضربه بيظهر واحد تاني بيضربه على ظهره. بيقوم جيونج ويدافع عن نفسه لكن بيقع الراجل من على سطح البيت وبيموت. بينزل علشان يلحق التاني، مش بيلحقه لكن بيحفظ رقم العربية. فبيرجع علشان يشوف جثة اللي مات بيلاقيها اختفت. بيتصل بيه موتشي وبيعرف مكانه ويروح له. بيحكي له الضابط على اللي حصل وبيقول له على رقم العربية. بيقول له موتشي انا عارف العربية دي لان كنت بطاردها قبل كده. وبيرجع الضابط للمستشفى علشان يخليهم يشرحوا جثة حارس السجن ويعرفوا سبب الوفاة، لكن امه بترفض وبتقول له سيب ابني يموت مرتاح. بنرجع لتشيرلوك اللي بتدور على مربية جديدة لطفلها لكنها مش بتلاقي حد بسبب والد الطفل. وبعد بحث كتير بتلاقي واحدة وبتقابلها، وبتكون الست دي ام الدكتور سيونج لكنها ما تعرفهاش وبتوافق على تعيينها مربية لطفلها. بيكتشف الضابط ان الراجل الملثم اللي وقع ومات ده كان جوز عمته اللي ربته بعد اهله ما ماتوا. وبيروح السجلات ويسأل الجيران ويكتشف ان دول مش قرايبه اصلا وان كل ده كان خدعة. شيرلوك بتكون عايزة تعمل فيلم وثائقي عن الدكتور سيونج وانه كان بيساعد الناس وطيب، وبتتفق مع واحدة كان الدكتور ساعدها قبل كده انها تسجل معاها. بتعرف او يونج وبتروح علشان تمنع الست دي من التسجيل، وبيجي ناس برضو يتخانقوا معاها علشان ما تسجلش، لكن بيجي المحقق وبياخدها وبيمشي معاها ويسمع قصتها وبيشوف ألبوم صور عندها وبياخد صورة الطفل اللي كان متهم بقتل أسرته من 15 سنة. بيروح جيونج لبيته القديم اللي اتحرق وبيفتكر اللي حصل وإن أمه كانت بتحاول تقتله، لكن ظهر واحد فجأة وأنقذه منها وخرجه بره البيت وحرق البيت باللي فيه. والراجل ده هو كان مدير الصالة الرياضية اللي قتله وحرق جثته. وبعدين بيروح لاسم الشرطة علشان يسأل على أخته اللي جثتها كانت مفقودة في الحادث، لكن بيجي موتشي وبيسأل على صورة الولد اللي اتهم بقتل أسرته. بيدور الموظف على ملف القضية لكن بيلاقيه اتمسح من على الجهاز وما بيعرفش يوصل لأي معلومة. بتلاقي الشرطة العربية اللي كان مبلغ عنها الضابط جيونج وبيلاقوا جواها شخص مقتول. بيدور فيها موتشي وبيلاقي فلاشة، بيشوف اللي جوه الفلاشة فبيلاقي جرائم القتل اللي تمت الفترة الأخيرة متصورة، وبيعرف إن الضابط هو القاتل. بنروح لجيونج اللي بيحاول يفتكر الدكتور سيونج قال له إيه قبل ما يموت، وبيفتكر إن قال له إحنا الاتنين في إيران تجارب. وبيجري على دانيال ويهاجمه فبيعترف له بكل حاجة، وإنه عمل الاختبار ليه هو والدكتور سيونج لما كانوا أجنة، ولما عرف بالجرايم رجع لكوريا وشك في الدكتور سيونج وطلب يقابله. لكن قبل ما يوصل الدكتور سيونج حاول مجرم من منظمة اسمها او زد إنه يقتله، واللي أنقذه واعتنى بيه هو الدكتور سيونج. فعرف إن سيونج كان بيحمل جين العبقرية وإن الطفل التاني هو اللي بيحمل جين الاعتلال النفسي. بيضربوا جيونج لأنه استخدمه، وبيحاول يعرف مين صاحب التجربة دي، لكن الباب بيخبط وبتكون تشيرلوك اللي بتقول له عايز أعمل معاك حوار صحفي عن سيونج. بيقول لها مش فاضي دلوقتي، وبيدخل بيلاقي دانيال هرب وبتكون تشيرلوك هي اللي ساعدته في الهروب. بيرجع الضابط لاسم الشرطة وبيهاجمه المحقق موتشي وبيقول له انت القاتل، انا شفت كل حاجة. لكن بيدخل زميل ليهم في المركز وبيسرق منه الفلاشة، ومش بيقدر موتشي يثبت على الضابط اي حاجة. بتروح عصابة من منظمة او زد لمخبأ الدكتور دانيال
اللي بيكون راجع علشان نسي حاجة وبتقبض عليه. بيعرف الضابط مكان اخته وبيروح يزورها، وبتطلع هي البنت اللي كانت خايفة منه لما راح دار الرعاية قبل كده. وبيعرف منها ان الدكتور سيونج كان بيزورها وكان بيحكي لها كل حاجة بتحصل معاه، وانه كان بيراقبه لما عرف ان هو صاحب جين الاعتلال النفسي. بيتخطف ابنة شيرلوك، وبتروح ام سيونج للراجل علشان يرجع حفيدها، لكنه بيقول لها جوزك قتل بنتي وانا مش عارف جثتها فين، خليه يقول مكان جثتها فين وانا هديكي حفيدك. تروح زيارة لجوزها وبتقول له على اللي حصل، ما بيرضاش يقول لها حاجة، فبتقول له حفيدك هيموت. بيقول لها ده مش حفيدي، وانا عارف ان سيونج مش ابني، وان جيونج هو اللي ابني، وانك بدلتيهم وهم اطفال، وسمعت ده قبل ما اعمل عملية نقل المخ، ووافقت اعمل العملية وقتها علشان انقذ ابن جيونج. بتروح او يونج للظابط علشان تطمن عليه، وبتلاقيه نايم فبتغطيه، لكنها بتشوف تعويرة على ايده الشمال، وبتتأكد ان هو ده القاتل المتسلسل اللي قتل جدتها. بتحاول تهرب لكنه بيمسكها وبيتأسف لها وبيسيبها تمشي. بيروح الراجل اللي خطف ابنة شيرلوك ويسلمها ابنها، لانه ما قدرش يشوفها بتتألم على ابنها. بعد بحث كتير بيوصل جيونج للست اللي كانت عاملة دور خالته، وبتعترف له بكل حاجة عن منظمة او زد ودورها فيها ومدير المنظمة، وبتديله عنوانها. وبيروح العنوان وبيلاقي المديرة هي نائبة رئيس الحكومة، واللي بتعترف له انها فعلا عملت كده علشان تكتر الجرائم القتل في البلد، وتخلي الناس يضغطوا على الحكومة علشان يوافقوا على قانون الاجهاض الاجباري للاجنة اللي بتحمل جين الاعتلال النفسي. بيسيبها ويمشي، وبيكون متفق مع الست اللي اعترفت له انها تطلع في بث مباشر مع تشيرلو وتذيع كل الفيديوهات والدلائل اللي عندها. وفعلا بيتم البث وبيتم القبض على النائبة. بعد كده بتعرض تشيرلوك الفيلم الوثائقي اللي بيبرئ الدكتور سيونج، وبيتم الحكم على الضابط بالاعدام، وبيدخل السجن اللي فيه صائد الرؤوس. بيستغل الفرصة دي وبيدخل له الزنزانة ويقتله، ويطلب انه يروح الكنيسة يدعي ويستغفر هناك ان ربنا يتوب عليه، وبيموت. وبكده يكون خلص مسلسلنا.